رجل جاء يشكو لعلي الفقر وقلة الرزق. علي يسطر 12 سبب، فقال علي عليه السلام: لعلك تتكلم بالخلاء. أنا راح أعددها بعدين نعلق على بعض من هذه النقاط. أولا: لعلك تتكلم بالخلاء. قال: لا يا أمير المؤمنين، ما يكون ذلك مني. قال: لعلك تقلم أظافرك بأسنانك، قلمها بسنونك. فقال: لا يكون ذلك يا أمير المؤمنين. ثالثا: قال لعلك تسمي أبويك باسمهما. صيح لأبوك محمد تقول له محمد، ما تقول له بابا. أمك فاطمة صيح لها فاطمة. قال: لا يكون ذلك يا علي يا أمير المؤمنين. رابعا: قال: لعلك تترك القمامة ليلا في دارك. الوساخة تتركها ما تطلعها من أسباب الفقر. قال: لا يا علي، لا يكون ذلك. قال علي عليه السلام: خامسا: لعلك تنام من غير وضوء، تنام ما متوضي. فقال الرجل: لا يكون ذلك مني. هاي النقطة الخامسة نرجع لها، مهمة. سادسا: قال: لعلك تتقدم أبويك في المشي، أبوك يمشي وانت تصير قدامه. قال: لا يكون ذلك يا أمير المؤمنين. سابعا: قال: لعلك تكنس الدار ليلا، كنسون البيت بالليل مو بالنهار، هي أسباب الفقر. قال: لا يكون ذلك. ثامنا: قال: لعلك تقلم أظافرك يوم الأحد، يوم الأحد لا تقلم أظافر حتى لو بالمقراضة. فقال: لا يا علي، لا يكون مني ذلك. تاسعا: فقال: لعلك تديم اللعن على أبنائك، ابنك صيح له لعن الله عليك، صيحي لي فاطمة الملعونة، صيحي لي يلعن أبنائه. قال: لا يا علي، لا يكون مني ذلك. عاشرا: قال: لعلك تلقي بالبصاق في بيت الخلاء، من الطب للتواليت تظل تتفل به. قال: لا يا علي، لا يكون مني ذلك. 11: قال: لعلك تترك اسم الله على الطعام والحمد في آخره. أكو واحد من أدنى يتذكر دائما يقول بسم الله الحمد لله من يقوم إنساه، هاي من أسباب الفقر. قال: لعلك تترك اسم الله على الطعام والحمد في آخره. قال الرجل: لا يكون ذلك مني يا أمير المؤمنين، هاي هم ما أسويها. 12: قال عليه السلام: لعلك لا تدعو لأبويك في الصلاة، مو تدعو لهم لا، بالصلاة مخصوصة. لاحظ وين؟ بالصلاة تذكرهم بالصلاة: اللهم اغفر لي وارحمهما كما ربياني، تدعو لهم بالصلاة. قال: قد يكون مني ذلك. هذا هو السبب. أمير المؤمنين لقى سبب؟ لا ما لقى. احنا ندعو لآبائنا بالصلاة، الصلاة فريضة من الفرائض. ارفع ايدك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني. 12 سبب ذكرها أمير المؤمنين للفقر. هاي موجودة عندنا؟ لا ما عندنا. جملة من عندها موجودة، فهذه من أسباب